مفيش حاجه احنا زي بعض فيها بجد ولا حاجه. شجعتني جدا، بس اللي هو قالت لي انا هقول لك تعملي ايه، بس اللي هو مش هتساعدني. يعني انا لما اشتغل اللي هو الناس تبقى عارفاني انا لوحدي. يعني مامتي صح. ايه ده مامتي؟ والله ما جاتش في دماغي، ما تخيلتش ان ممكن في يوم نشتغل مع بعض، مش عارفه ليه. أمينة، أنا برحب بيكي معايا في وان تيك. أنت دي تاني مرة تحضري فيها ريد كاربت وتحضري فيها عرض. ايوه صح، تاني مره. كلميني النهارده عن حضورك، وأنت شايفة ازاي مجموعة كبيرة دي من انا اكسايد قوي 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 اشوف الفيلم، وعشان بحب كمان كل الناس اللي في الفيلم. يعني بحب جميله عوض قوي، ما حدش فاهم انا بحبها ازاي. لقيتني فجأة بتعود عليه. يعني على السوشيال ميديا خربت الدنيا، والتيك توك بالذات. بتعملي فيديوهات، قولي لي بتبقي محضره لها ولا طبيعيه تلقائيه؟ خالص بجد. اي فيديو بحضر له ببقى متوتره قوي ومش بعرف اتكلم، بيبقى كله بفتح الكاميرا فجاه واللي يجي في دماغي بقوله بقى. قولي لي وارثه ايه او واخده ايه؟ مش هنقول وارثه، هنقول واخده ايه من ماما نسرين امين. ولا حاجه خالص. مفيش علاقه بيها خالص. قولي لي اكتر حاجه انت وهي مختلفه عنها. انا رغايه، هي هاديه، كل حاجه. مفيش حاجه احنا زي بعض فيها بجد ولا حاجه. قولي لي اكتر فيديوهات او اكتر فيديو علم مع ناس او ضرب مع ناس وبقت عايزه منه كتير فيديوهات تصور. اي حاجه وانا في المطبخ بعمل شاي بلبن، بعمل ساندوتش، اي حاجه وانا في المطبخ الناس بتحبها. قولي انت فكره الفيديوهات او ان انت تبقي صانعه محتوى على السوشيال ميديا ابتدت ازاي؟ بجد كانت بالصدفه قوي، انا مش فاكره. كنت مسافره مع اصحابي وبعمل فيديوز بقى كده عاديه، ومن ساعتها حسيت الموضوع لذيذ قوي يعني، فكملت. تفكري تدخلي التمثيل ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ما انت دافع بقى. دي ورش؟ خدت وهاخد تاني ان شاء الله. يعني نسرين شجعتك على الخطوه اصلا ولا ترددت في الاول قالت لك لا؟ شجعتني جدا، بس اللي هو قالت لي انا هقول لك تعملي ايه، بس اللي هو مش هتساعدني. يعني قالت لي خدي ورشه، مثلا تكلمي حد تساله اخد انهي ورشه كده، بس انها تساعدني في حاجه اكتر من كده ما رضيتش. قولي امتى عرفتي ان انت بتحبي التمثيل او عايزه تخشي التمثيل؟ من وانا صغيره بروح كل اللوكيشنز مع مامتي وبتبسط قوي كل مره بروح. دي حياتي ان شاء الله يعني. فاكره اول مره دخلت فيها لوكيشن مع نسرين كان امتى، او مسلسل ايه او فيلم؟ كان مسلسل قديم قوي اسم بتاع يسرا، اسمه نكدب لو قلنا ما بنحبش. مسلسل قديم كده، ومامتي برضو كانت لسه صغيره يعني فيه وكده، بس انا فاكره ده كان اول لوكيشن ادخله يعني. قولي لي اكتر فيلم او مسلسل بتحبيه نسرين وبتحبي دورها فيه؟ ولاد رزق. الباب ده خلاص اتقفل من زمان، وانت حلفت لي 100 مره قبل كده انك هتبطل ومش هترجع للحرام. خلصنا يا حنان، يعني انت شفتيني رجعت اشتغل في الحرام تاني؟ عليا. بتتضايقي من فكره ان انت بتتحطي في حته انا بنت نسرين امين، ولا انت حابه ان انت تبقي امينه بعيد خالص عنك؟ ساعات وساعات بصراحه، مش هضحك عليك. يعني مش عارفه بس يعني حاسه ان انا بقيت اكتر عايزه، بس حاسه اما اشتغل برضه، يمكن لسه عشان ما اشتغلتش او كده، بس ان شاء الله يعني عايزه لما اشتغل اللي هو الناس تبقى عارفاني انا لوحدي يعني. بمناسبه التمثيل، نفسك تمثلي مع مين؟ تشتغلي مع مين؟ يا نهاري، كل الناس مفيش حد. يعني اول واحده مين طبيعي؟ كريم عبد العزيز. مامتي صح. ايه ده مامتي؟ والله ما جاتش في دماغي، ما تخيلتش ان ممكن في يوم نشتغل مع بعض، مش عارفه ليه. ايه ده فكر. ماشي صح. مين تاني؟ كريم عبد العزيز، احمد عز، اي حد بقى. كل حد بقى بحبه بعد كده.